لا ما حسيتش، لان العمل كله كان هي اسمهان سورية. حسيت بصدق، حسيت ان كل واحد عامل دوره، وان مامتها كانت سورية فجت ورد الخال كانت لبنانية فهي نفس اللهجة. يعني حسيت ان كل واحد مسكن صح، وان كل واحد ليه دور. وشوقي المجيري مخرج رائع، انا اكتسبت من شوقي. يعني ده بالنسبه لي اللي اكتسبت منه شوقي. انما هم كلهم بالنسبه لي افاده كتمثيل. كله كان بيمثل باللهجه السوريه، فانا بالنسبه لي كتمثيل ان انت يبقى قدامك ممثل سوري نجم عالي فتعلي معاه، فتباني بقى هنا انت قده ولا لا. دي منافسه فنيه. انما اللي استفدت منه فنيا فهو شوقي. هادي الطباع جدا، دؤوب، بي الديتيلز بتاعه بيحافظ عليه جدا. الصوره بتاعته تجنن، عمل غير الصوره. يعني بعد شوقي المجري ما عمل اسمهان ابتدت كل الناس تهتم بالصوره، ما كناش قبل كده بنشوف مين دي بي في مصر الحقيقه يعني. يعني لما جه وعمل اسمهان بقينا نقول لك الاول استغربنا ايه الكاست الاخضر ده، ايه اللون ده، مفيش حد لسه الدنيا كده. هو بيتفزلك، طلع ان هو مش بيتفزلك، هو عامل الكاست ده عشان راجع بالعصر ده. فبقت الناس بالنسبه لها واو. فمن هنا بقت السيره الذاتيه مهمه، بقت الصوره مهمه، ادواتك لازم تحافظي عليها، لازم يبقى عندك مدير تصوير تعتزي بيه عشان يطلع لك امل وهي حساسه. شوقي عنده حاجه مهمه جدا، وانا بكلمك فمثلا يجي بتقول حاجه ممكن هو عايز يقول ان امل منفعله. زي ما هي وترتني لقيت اللي جاب لي كارد فالنتاين انا متوتره فعملت كده، فهو لازم نجيب الديتيلز. فشوقي عنده كاميرا ديتيلز، يعني هي معناها يعني ان بياخد حركاتك لوحدها، دي بجنب لوحدها. بيعمل تكوينه حلوه في الاخر، توصلي في عمل نجح، كسر الدنيا. فانت في الاخر مستفاده بكل العرض، بالنجوم السوريين واللبنانيين، وعملتي حاجه وحده عربيه تحفه تجنن. في حاجه كويسه جميله جدا في حالها، وممثله هايله. لطيف ايه بقى جدع، ود خالد طعمه بالظبط. ست جدع مش كده، وديك ست جدع يعني، كده هم يعني كده طبيعيه، شكله صغير قوي يعني، وانت صغيره بجد بتشوفي ليها حاجه كده منين يعني. وكلاس يعني الدور اللي هي عاملاه، تشوفي لها قميص المصري هي داخله في الدور، مش الدور اللي داخل. بجد دي طبعا الستايلست اللي هي ادوات المخرج يعني. لا خالص انا ما دخلتش في الحته دي. انا كان في مشروع اللي هو زي ما كنا بنعمل يعني، يلا نعمل مشروع نعمل كذا. هو بس زوجي كان فيه ناس وشرطه وما اعرفش ايه فدخلنا. فبقت عشان انا بس في التنس كوتش، فبقت قال ان امل كذا ان هو والله جوزي وعنده شويه شركاء داخلين عاملين مشروع لطيف انا حباه. انا كمان حابه الحكايه لان هي حاجه يعني حاجه مختلفه شويه يعني. حاسه ان هو بيتكلم عن تراث النوبي، تروحي تراث تحسي انت قاعده في البيت. يعني من زمان انا بحس الحاجات دي ممكن تروح شرم الشيخ، فلما اتعمل ده فبقيت حابه ان هو تقعدي كده على الارض، يبقى في طابع النوبي، يبقى في كل اصوات النوبي، بيشغلوا شغل منير، فبقى عندك حاله عكس كل الحاجات اللي انت بتروحيها. طبعا محتاجه بقى اجيب لهم صور واجيب مش عارف ايه واقول لهم الاشكال دي والالوان دي وده، وبقيت اخش بقى بجد بقيت اقول اللي هو لا ما كانش في النوبه كده، لا الدنيا عامله كده، لا كده، لا بقيت اشارك طبعا شخصيه جدا. اما انا بقى بالليل لما تلاقي نفسك عايزه تستكيني كده، بروح اقعد كده عندي قنايه كده كده بقعد فيها، عندي القناه بتاعتي. لا انا عايزه اقول ان هو بيتكلم عن التراث المصري. اسمه نوبا نوتو، القريه النوبيه يعني بالعربي. نوبا نوتو، نوبا نوتو. ف حاجه مختلفه. يعني ستايل انا شايفه ان هو بيلم الاسره، او بيتكلم على حاجه شكل اسري اكتر من انه يبقى الحاجات اللي انا بشوفها بره يعني، عشان ما تكونش حاجه على حاجه. بس انا شايفاه له طابع خاص مختلف، بديزاين بشكل نوبي بجد، باغانيه بالمود العائلي اللي فيه. انا حابه الشكل العائلي، حابه حكايه ان احنا نبقى اسره والترابط والحاجات ده. شايفه ان هو حاجه مناسبه ان انت تخشيه انت وولادك واهلك واصحابك
عشان في كيدز اريا وحاجات كده، فانا ده اللي حببني في الحكايه بالوانه بقى، الوان مفرحه. انا كل مره بقول لنفسي كده، مش بكذب ولا اقول لك، كل مره بقول لا انا دي انا المفروض ابقى احسن، المفروض ابقى احسن. وما اعرفش كل مره بتطلع الحمد لله رب العالمين بيقول لنا لا دي انا كويسه. دايما يعني اكيد كل واحد ما بيبقاش عنده حاله الرضا عن نفسه، يعني كل واحد بالذات ما انت طماعه في شغلك يعني، فاهمه؟ انا عارفه انت بقالك ساعتين عايزه تيجي عشان بقالك كام ساعه في الطريق عشان تيجي، فده طمع فني انا بحبه، ده طمع وانت بشعوفه ودؤوبه على ان انا عايزه ابقى حاجه ناعمه وانا لسه بدرس، دي حاجه مهمه، دي حاجه عاجباني جدا. فكل بقى يعني كل حد حريص على حاجته، دايما مش هتلاقي نفسك وصل لدرجه ان انا راضيه. طول ما انت حاسه ان انت مش راضيه يبقى انت لسه عندك كتير هتسعي وراها، فده يحمسك اكتر. فانا بامانه عمري ما حسيت ان انا بعمل حاجه وانا لا الله، يعني عمري ما قلت لنفسي كده، ما اعرفش ليه، بس انا ما يهمنيش، انا يهمني الناس بره تقول الله. المعايير ما حدش بيطلع على الارض، ما حدش بيعمل حاجه. انا ما ينفعش عشان انا عملت اهواك وفي الفيلم يقول لك تعالي اعملي فيلم بطوله لوحدك، انا بكره الحكايه. مش بكره، انا مش عايزه ابقى بطله، لا طبعا انا عايزه ابقى بطله وهتقدم قدامي ان شاء الله ابقى سوبر ستار. انما مفيش حاجه بتتعمل كده، مفيش حاجه بتتعمل كده واحده واحده. اللي هو بطوله عرضيه زي ايامنا الحلوه مثلا، زي الافلام بتاعت زمان اللي هو بتاعي فاتن حمامه ودروس ونوح الشهيد. يا ايه الحلاوه دي؟ لازم تقولي كده. فانا بحب اللي حواليا يبقوا نور، بحب اللي حواليا يبقوا، انا اشيلهم واديلهم هم يشيلوني. يعني ما اشتغلت مع ماجد المصري بقول لك امل رزق، هي وماجد عليوا، ما قالش ماجد على امل، ما قالكيش امل علت ماجد، قال لك امل وماجد عليوا. في امراض بيقول لك كان لازم امل تعمل اخت تامر، احنا مش شايفين حاجه تاني. فطول ما انت معاكي نجوم شايلين كلهم اسمهم منورين وانت راضيه عن تعاملك بالشكل ده او بالحته دي لغايه ما توصلي للي انت عايزاه، وبرده بزمايلك لان محدش بيشتغل لوحده بيعمل اي حاجه، بلس الورق والمخرج. نمبر 1 المخرج، مش بتكلم على اسامي يعني، بتكلم على مخرج يكون عنده رؤيه، عنده دماغ. انا عندي حصيله الحمد لله رب العالمين، بقيت بفهم في الورق كويس قوي. بقيت بفهم لما بتكلم مع مخرج حتى لو هو لسه خريج او مش عارفين، اعرف هو هيروح بيا فين او الافق بتاعه مدى قد ايه، فنقدر طب هل انا لو اتكلمت معاه شويه هنقدر نوصل للي احنا عايزينه، ولا هو قلقان ولا هو متوتر؟ قلقان ومتوتر هنضيع احنا دي. فلازم اسيبه شويه وبعدين ابتدى بقى يعني طالما لما تلاقي حد لسه بيبتدي متوتر منك ابعدي عنه. تقعدي تدي نصايح محدش نزل، محدش قرآن ده الرسول عليه الصلاه والسلام. انما لا، انا مع نظريه ان انا اللي في ايدي الاختيار، وانا دلوقتي اختياراتي بقت محسوبه. فنص جيد، مخرج جيد، نجوم حواليك ينور، هتعملي حاجه جميله. والجهه الذاتيه جيده كمان، ان هي تخش تبقى انت عارفه انت داخله عمل وهيبقى شكله حلو، لان الناس بقت دلوقتي ذواقه. عارفه الناس تقول ايه؟ الله الديكور ده معمول فين؟ ابتدوا دلوقتي يتكلموا في الارض، ايه الديكورات دي؟ ايه الديكور ده؟ الفيلا دي فين؟ بيسالوني وانا في الشارع، يعني مثلا انا فرحانه بقى بكل الستات وبتاع فين ده وقهوات وبتاع، فرحانه بقى طبعا في الاخرين. انتوا كنتوا بتصوروا الفيلا دي فين؟ يا دي يا دي ليه كده طيب؟ يعني لا والله يعني الكلام ده اللي هو في وسط الكلام وبقول لك بس يقول لك انا بتكلم على الناس بقت عامله ازاي، سواقه ازاي، ايه بيكون. ففي وسط الحوار وانت مبسوطه جدا وبتاع، وبقول لك الفيلا دي كانت فين؟ طب حضرتك هتأجرها هديك نمرة السمسار انا نايم. لا بس حاجه تفرق ان الناس بقت فاهمه كل حاجه، حتى يعني بتشتغل في حاجه شيك، فهم عارفين ان انت بتشتغل كده. بشتغل فلاحي او صعيدي او حد من يعني حد في الشارع، يبقى انت في الحته دي على حسب كل دول، على حسب الشغل بيكون الناس. هو حكايه حياه كان بيتكلم عن مستوى معين، فده عشته
هم مش عايشين كده. ما هو اوكي، بس هو اكيد ما جابش حد بواب وراح قعد في بيت عامل كده. انا بقى هقول لك محمد سامي هيعمل، يعني ان شاء الله يعمل مسلسل بالطبقه دي، وهتشوفي شكل الصوره. بصي في فرق كبير جدا بين ان انا ابقى نظيف وان انا ابقى فقير. النظافه مهمه. انا مع مدرسه محمد سامي، وليس كل ما يعرف يقال. لان احنا بقينا دلوقتي قنوات مفتوحه قد كده، بتروح البلاد كلها صدقيني بيتكلموا علينا وبيقولوا علينا تاني وماني وتاني. عندهم اماكن ما تقدريش تخشيها، بس انت بتشوفيها اوه. يعني لا داعي لذكر اسامي البلاد عشان يعني عشان مش عشان حاجه، وانا ما بخافش من حد، بس اللي هو عندهم اماكن تركيه. يعني انا رحت تركيا مش بالشكل اللي احنا شايفينه في الصور دي خالص، مش وحشه. بس انا دخلت تراب وحواري وزباله، بس هم ناس بيخافوا على بلدهم عشان السياح، عشان يرتقوا بمستوى البلد، عشان انت تروح تشتري من عندهم، عشان تروح عاوزه بلادهم، عشان كل حاجه. انما انا مشيت وفي شوارع مهم تحودي كده تلاقي شارع مكسره وزباله. هل هم انت شفتي مسلسل تركي فيه زباله؟ شفتي الدادات او السيرفر اللي عندهم في المطبخ عاملين ازاي؟ لابسين وعاملين وبتاع، لا روحي شوفيهم، روحي تركيا شوفيهم وخالص اقل من العادي. فليس كل ما يعرف يقال، لان انت بتتكلمي على دوله، ودوله بتتهز. يعني احنا يعني اقتصاد مهزوز وبنيه تحتيه مهزوزه، واحنا كلنا مهزوزين، وربنا ربنا يستر، والرعد والبرق بيهزنا يعني احنا مهزوزين. فمش لازم نهزم كله، احنا كده كده فينا مكفيين. عارفه انت منظمه حاجه، انا مش ضد ان احنا نتكلم عن الواقع، بس مش لازم نتكلم عن الواقع نقول ان احنا وسخين. مش هكذب عليك اقول لك ما توقعتش، بس مش بالشكل ده. يعني توقعت حته لان حسيت استاذ سامي بيشرحه، انا كنت حاسه بيه. وملك الحقيقه عمرو كده، يعني هو بيبص لي من ورا الازاز ويقول لي انا اسف وحاجات كده. انا قلبي وجعني يعني عارفه. وبعدين استحضرت المشهد اللي قبليه وهو واقف يسعى لي يقول لي عايزه اثبتي ان انت ام باي طريقه، انت عملتي وانت عملتي، حتى البنت الوحيده اللي حبيتها رحتي خطبتيها لاخوكي. بحس ان انا الام، لا انا زعلت مني يعني. فكان ده ورا ده، انا استرجعت المشهد لغايه ما وصلت للازاز، لغايه ما شفت. انا قعدت افتكر المشهد اللي قبليه، العنف ده انا اللي قاسيه ولا هو اللي غلط فيا ولا ايه. وجه بقى قال لي كمان انا اسف وحاجات كده، وراح عامل لي انا بحبك، وقال لي تتجوزيني ولا أو. كل المشهد انا حبيته، دخل جوه قلبي فحسيته. كنت حاسه ان هو هيعمل لمسه، بس لدرجه ان انت ما انت ماشيه في الشارع الناس تعمل لك كده، دي ما لا ما توقعتهاش يعني. آه كنت هقرا السيناريو. لا لا، وانا شايفاها كوميديا موقف. انا عملت كوميديا سودا مع خالد صالح الله يرحمه، يعني فيلم يعني شرف على جبين. يعني كل فبراير الاسود واحداثه واللي بيحصل هو اللي بيحصل دلوقتي. هقرا الورق، لا هفكر. هفكر. الحمد لله يا رب. خش الجنه. لا مش زعل، بالعكس، ازاي؟ دي نعمه. لا لا خالص، انا ده نعمه من عند ربنا. انا لما بشوف الحاجات اللي احنا مش عايزين نقولها في المجتمع، ما بقول الحمد لله ان انا ما اقدرش استحمل ان مثلا ابني يقف يشوف ردود الولاد عنيفه جدا مع اهاليها. ما كنتش استحمل ان ولد يقف يقول لي في وشي ايه وكده. احنا ولادنا ديسنت جدا ومؤدبين جدا لطاف جدا جميل أوي. لا احنا اصحاب، لان انت عارفه ان انا اتجوزت وانا في المعهد برضه. طلعت ماما خوخه قالت بنتي مش حاضره الندوه عشان هي بتقضي شهر العسل. انا اتخطبت من بدري. كان عندنا في المنصوره عيب قوي ان انت ما يعني عدى عليكي 20 سنه دي ما تتجوزيش، كان زماني عنست دلوقتي، كان بقى موقفنا وحش قوي. ف هم يمكن متقربين مني سنيا وانا بحاول اوصل لهم. طبعا مش هقدر اوصل للتكنولوجيا اللي هم اللغات والحاجات دي وبتاع. اي نعم احنا احتلنا فرنساويين من المنصوره، بس ما اثروش فينا، واحتلونا الانجليز برضه ما اثروش فينا.
احنا عملنا كل حاجه، يعني احنا البلد الوحيده اللي اي حد يعدي علينا احنا اللي بنقصر، احنا تعرف ان احنا فراعنه برضه، فراعنه عقليه فظاع والله. كان لطيف جدا، هي التجربه كلها كانت لطيفه جدا. خاصه ان هي كانت في لبنان بقى، وفي الخضره والماء والوجه الحسن. هايفه جميله اصلا، دلوعه. آه، لطيفه، الشغل معاها مريح. ولا هاي امل، ازيك؟ شفت لك ادم كان بيجنن. انت جميله خالص، انت احلى من التلفزيون. قلت لها لا، انت احلى، انت اللي احلى بجد. هي فعلا هايفه احلى من التلفزيون يا جماعه، بجد احلى وكيوت وانا شفتها واحنا في لبنان على مسرح. هي كمان لا، غير الشغل في المسلسل. دخلت لها البرنامج اللي كانت عامله تعمل اغنيه على الستيج. انا اتخضيت، قلت لها يخرب بعقلي، انت غير يعني. هي متلونه، ده اللي عاجبني فيها، اللي هي وهي في التمثيل، فهي بتتعلم منك لان هي ذكيه جدا جدا، يعني تقف تتعلم كده وبتاع، تحسي ايه القيود دي. فهي بتتعلم، عايزه تفهم، عايزه تتكلم زيك مصري، وعايزه تعمل كل حاجه. فهي تلميذه نجيبه جدا، تسمع كلام المخرج جدا. شفتها بقى على المسرح، قلت لها والله العظيم ده احنا هنتعلم منك كل حاجه. لقيتها حاجه تانية، حاجه متحوله واكتف ودلوعه كده، حاجة متلونه يعني. اكتر حد دلوقتي في الجيل ده السقا وكريم، في الجيل القديم. آه، المخرجين طبعا الاستاذ محمد العزيز، طبعا مش هشتغل معاه. لا كتير، انا عندي كلهم يعني الحمد لله، في طلع جديد مخرجين مشرف. طبعا واحمد خالد والعدل، في دعم مخرجين طلع جامد. اشرف معين قرار جدا، يعني عايز اعمل مع حاجه زي طرف ثالث كده، يعني حاجه، لا حاجه ليها رونق كده. جدا الحقيقه كلهم يعني. في كمان لا يعني